معقولة هذا أتلتيكو مدريد يفاز على الريال 5 وآخر 7 مباريات جاب انتصارات؟ هي مبينة الفرق بس على الريال تصير وحوش وياكلون الأخضر واليابس. برشلونة تفوز 3-1 على أتلتيكو مدريد بالكامب نو ويحافظون على صدارة الدوري الإسباني. حط لايك المتابعة وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. سيميوني ما ناوي تغير لعبك، بكل الأحوال تلعب دفاع، سواء كنت فايز متعادل خسران نفس اللعب. يتغير المباراة من أول دقيقة كانوا الفريقين ضاغطين، لكن ضغط أتلتيكو مدريد بلا فايدة. برشلونة هي اللي كانت أخطر، عندهم مهاجمين يقدرون يصنعون الفرص، رافينيا وبيدري كانوا هم أكثر اثنين متألقين بالمباراة، وطبعا هم ما ننسى الحارس غارسيا أيضا كان متألق. وإذا نجي على لامين يامال فهو بجيب دفاع أتلتيكو مدريد ما خلوه يتنفس. وأما على ليفاندوسكي فهو ضيع ركلة جزاء. أدري الجول كبرى تطيها فوق شكو. وإذا نجي على الدفاع مثل ما قلت بالفيديوهات السابقة بسرعة يخترقونه، والدليل الهدف مال أتلتيكو مدريد هاي مصيدة التسلل. وإذا بقوا على مصيدة التسلل راح يبلعون أهداف هواية، خاصة إذا لعبوا قدام فريق قوي. وإذا نجي على أتلتيكو مدريد في المهاجمين والدفاع يصيرون أقوياء بس قدام الريال. يعني بشرفكم هاي تضيع، راوغ الدفاع وطيح الحارس، وأخير شيء ما عرفت تسجل. إيش فيك؟ هاي لو قدام الريال كان حطيتها بالتسعين. الفاريز شو ما بينيت؟ وين الار2 مالتك؟ وين عرضياتك؟ ها نسيت هاي برشلونة قابل الريال. جماهير برشلونة ألف مبروك، تستاهلون الفوز والصدارة، والفارق صار 4 نقاط، والله اللي يعلم راح يبقى 4 نقاط لو يصير فارق نقطة، ولو يصير الفارق أكثر